برج السرطان، هلو. القراءة دي هنعمل فوكس على الشخص اللي بتفكروا فيه. شوف هو إحساسه ناحيتكوا إيه وشايفكوا إزاي، إيه نوايا الفترة اللي جاية بخصوص المواقف اللي بينكوا. دي هتكون قراءة عامة، مش شرط إنها تنطبق على الناس كلها. إذا حابين قراءة خاصة، الإيميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. الطاقة بتاعت القراءة دي ممكن تكون حصلت بالنسبة لبعض الناس، أو ممكن تكون لسه بتحصل لناس تانية، أو لسه هتحصل. فخلينا نبتدي ونشوف التارو هيقول لنا إيه. Universe, please tell me what's coming forward towards Cancer regarding the situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts and feelings and actions towards Cancer regarding this situation between them. Last shuffle for the person's on Cancer minds. One more. One more for the person on Cancer's minds. One more. Cancer, Cancer, Cancer. برج السرطان، الشخص ده بيحبكم، بس مش عارف يعبر عن اللي جواه، ده مش عارف يعبر عن اللي جواه، مش عارف يعبر عن مشاعره. مش زي ما يكون ما بيوصلكوش الاحساس ده. الشخص ده من جواه مبدئيا طبعا في خلاف كان موجود بينكم، معرفش لسه موجود ولا انتهى، بس انا عارف ان كان في خلاف بينكم. بس هو من جواه بقى on deep level كده نفسه يحل الخلاف اللي بينكم ده. اوكي، وهو عنده مشاعر ناحيتكم، بس في احساس ان انتوا خلاص زي ما تكونوا ما بقيتوش بتتكلموا مع بعض، ما بقيتوش تتواصلوا مع بعض. وهو ما بيحاولش، او جايز يكون مش لاقي فرصة. ممكن احتمال انتوا ما تكونوش كمان مدين له فرصة. عموما ان جنرال الشخص ده مش قادر يعبر لكم، مش قادر يعني يكون في بينكم وبينه كده حياة اجتماعية في الوقت الحالي. فمن الواضح ان الحب ده كلاندستين لاف، يعني كده حب افلاطوني، بيحبكوا شكله كده والله اعلم، بيحبكوا عن بعد. ان انا مش شايف ان انتوا بتتواصلوا مع بعض على المستوى الاجتماعي actually. مهم. خلينا نشوف طيب ليه الحب الافلاطوني ده؟ ليه مش حب حقيقي كده بمشاعر وبأحاسيس وكل معاني يعني التوصيل. خلينا نشوف هو احساسه ايه ناحيتكم. Universe, please tell me about this person's feelings towards Cancer regarding the situation between them. الشخص ده مش عارف يوصل لكم ازاي.
مش قادر يرجع المية لمجاريها، خليني اقولها كده بالبلدي. يعني الشخص ده مش قادر يرجع المية لمجاريها، المية بتطلع منه بره، بتترش على الصحراء كده في الارض، بتطلع في الارض، مش قادر يرجعها للشانلز الطبيعية اللي المفروض تكون العلاقة بينكم وبينه زي ما كانت. من جواه الشخص ده مش عايز ينهي علاقة فشور، بس في نفس الوقت في احساس ان هو مش قادر يرجع المية لمجاريها. احتمال يكون في، اولا مبدئيا هو ما بياخدش اي اكشن فيما يتعلق بالكوميونيكيشن معاك، ما بيتواصلش معاكوا يعني، او ما بيحاولش ان هو يجي على نفسه كده ويتكلم ويقول لكم كانسر انا بحبكم ومش عايز انهي العلاقه دي. لا، هو ما بيعملش كده. هو زي ما يكون، زي ما قلت لكم في البدايه، حب كده كلاندستين افلاطوني جواه، هو كاتم الحب جواه، وواضح ان هو ما بيعبرش حتى عن الحب ده. فانتوا ما عندكوش فكره ان الشخص ده جايز يكون لسه مشاعره ناحيتكم حيه بالشكل ده. ديفنتلي هو مش عايز ينهي العلاقه معاكم. بس في نفس الوقت ما بياخدش اي اكشن عشان يغير الموقف ده. كمان مان، اللي هو لو انت مش عايز تنهي علاقه، طب خد اكشن. ايه الموانع؟ مفروض ان انتوا اهدافكم تكون متوافقه، بس في احساس ان انتوا واضح ان الشخص ده مش عارف يوفق اهدافه مع اهدافكم. احتمال زي ما بيحصل في كل العلاقات، احيانا يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. احيانا الواحد ممكن يلاقي نفسه في علاقة على سبيل المثال، وبعدين يحس ان هو not satisfied with this relationship. انا مش عجباني العلاقة دي، انا عايز امشي من العلاقة دي، انا مش حاسس بنفسي فيها، مش لاقي نفسي فيها، مش حاسس ان العلاقة دي هتوصلني للي انا عايزه، مش حاسس ان مش لاقي نفسي مع الشخص ده. فهل ده كان احساسكم برج السرطان مع الشخص ده؟ هل انتوا حسيتوا مثلا ان الشخص ده مم، ممكن انتوا كنتوا فاكرين ان انتوا اهدافكم واحده، وبعدين اكتشفتوا ان انتوا الاتنين مختلفين عن بعض؟ It's possible. It's possible. بس اللي انا شايفه ان الشخص ده مش يعني مش عارف يوحد الاهداف. خليني اقول كده، هو من جواه كده لسه بيحبكم ومش عايز ينهي علاقه، بس مش قادر يتكلم معاكم في الوقت الحالي. آه حتى الفريندشيب، على مستوى الفريندشيب هو نفسه ترجعوا تاني اصدقاء زي الاول، بس برضه في احساس ان هو ما بقاش عارف يعمل ده. انا شايف في بانتكلز كتير، بس البانتكلز اللي موجوده دي ملهاش علاقه بالبيت الثامن والبيت التاني، دي حاجات ليها علاقه بالبيت ال11، فحاجات ليها علاقه بالاهداف. فاذا كانت اهدافكم الماليه اصبحت مختلفه، ممكن في الحاله دي على سبيل المثال انتوا شايفين ان العلاقه دي مش هتحقق لكم الاهداف الماليه اللي انتوا شايفين نفسكم فيها بعد فتره معينه، شايفين ان الموضوع is too slow، شايفين ان الحياه الماليه بينكم وبين الشخص ده اصبحت على سبيل المثال بطيئه جدا، ومش هتوصلكم للهدف اللي انتوا عايزين توصلوا له. اصل الشراكه مش شرط ان هي تكون بس بالمشاعر، يعني خلينا واقعيين وموضوعيين. اوكي، مهم ان المشاعر تكون موجوده، ومهم ان يكون في قبول ما بين الكابلز، بس الناس مش بتتشد لبعض بس عشان هو جون ترافولتا وهي شير مثلا، او اكس 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 يعني. ف اللي اقصده انه مش شرط يكون الشخص ده براد بيت، ومش شخص تكون هي انجلينا جولي، بس ممكن الكابل بيتشدوا لبعض لان هما الاتنين بيكملوا بعض. فجايز انتوا كنتوا فاكرين ان الشخص ده بيكملكوا، وبعدين اكتشفتوا ان هو في النواحي المالية جايز تكون اهدافكوا اصبحت بتتعارض مع بعض، خاصة فيما يتعلق بالمستقبل. فانا لما بتكلم على الاهداف الماليه هنا مش شرط ان انا اكون بتكلم على حساب في البنك. اتس بوسيبل، بس كمان اتس بوسيبل ان انتوا تكتشفوا ان الشخص ده المستقبل معاه مش هيوصلكم للنجاح المالي اللي انتوا عايزين توصلوا له. فاحتمال يكون ده كان جزء من الخلاف، ولان الشخص ده حاسس بالنقص شويه في الحته دي، بالعجز في الحته دي، فمش قادر يعني يظبط الموضوع ويرجع الامور للنصاب اللي هي المفروض تكون موجوده فيه. فبالرغم من ان هو بيحبكوا، الا ان هو ابتدى يحس ان هو مش قادر يكفيكوا. يعني يعني سوري ان انا بضحك، بس اصل الكلمه مضحكه شويه. يعني زي ما يكون الشخص ده بقى عنده احساس ان هو مش قادر يكفيكوا يعني. مش قادر يقلبكوا كده ويظبط الامور. لا، مش عارف، عنده احساس ان انتوا ممكن يكون طموحكم اكبر من امكانياته، خليني اقولها بالشكل ده.
طب خليني اشوف، فده بيحسسه الى حد ما بان هو في موقف ضعف، والضعف مش كويس، خاصة اذا كان الشخص اللي انا بتكلم عنه ده ماسكلين، يعني رجل يعني. خليني طيب اشوف هو شايفكم انتوا ازاي. Universe, please tell me how's this person viewing Cancer regarding the situation between them. طيب خليني اقول ان الشخص ده ممكن يكون بيتخيل، لان ده subconscious بالنسبة لكم، ده لا وعي بالنسبة لكم، اوكي؟ وده سادس، وده تاسع، وده first. anyway مش عايز اشغلكم بالارقام اللي ممكن تكون بالنسبة لكم ملهاش لازمة، بس الشخص ده ممكن يكون متخيل، لان دايما الحبيب لما ما بيكونش طايل حبيبته او طايل حبيبه بيبقى متخيل ان هو لسه بيحبه. فانا actually I don't know اذا كنتوا انت لسه عندكم ان انتوا نفس المشاعر ناحية الشخص ده ولا لا، بس الشخص ده هو متخيل ان انتوا جايز تكونوا لسه بتحبوه من جواكوا، في اللاوعي بتاعكوا، في السبكونشس بتاعكوا انتوا بتحبوه من وجهة نظره. بس ما تهيأليش ان انا شفت حد بيبعد عن حد وبيقول انا متأكد، ما بيقولش انا متأكد انها بتحبني او انا متأكدة ان هو بيحبني من جواه. دايما كلمة من جواه دي تبقى موجودة في العنوان. طب يا ستي او يا سيدي، اوكي، طب ما هو لو بيحبك من جواه طب ليه ما بيعبرش عليها من براه؟ يعني انتوا فاهمين قصدي؟ فالشخص ده شايف ان انتوا تحبوه من جواكوا. بس بس اكشلي انا شايف ان انتوا من براكوا بعدتوا عنه خالص، اوكي؟ واحتمال تكونوا بعدتوا نتيجة لظروف الشغل، اضطريتوا تسافروا بالنسبة للبعض منكم، فبالتالي يمكن الظروف دي كانت صعبة شوية فيما يتعلق بالقرارات العاطفية بالنسبة لكم، او كنتوا شايفين ان في الحالة دي القرارات العاطفية ممكن مش هتكون في مصلحتكم لو انتوا يعني كملتوا في العلاقة دي. فانا عندي احساس ان انتوا جايز تكونوا ما كملتوش في العلاقة دي لظروف متعلقة زي ما قلت في البداية خالص بأهدافكم من قبل حتى ما اشوف الورق ده. هو عموما شايف ان انتوا بعدتوا عنه، وشايف ان انتوا العلاقه بينكم اصبحت اون اند اوف، ما بقتش زي الاول. يعني لو كنتوا بتكلموا بعض كتير قبل كده، دلوقتي ممكن تكونوا بتكلموه شويه، واوقات تانية ما بتكلموهوش. حاسس بان انتوا بعدتوا، بس ما بتاخدوش اي تصرفاتكم ما فيش فيها اي تغير، ما بتحاولوش تغيروا البعد ده، اوكي؟ ما بتاخدوش القرارات ان انتوا تغيروا البعد ده. فعشان كده انا بقول ان احتمال البعد ده اكشلي يكون بسبب ان انتوا دلوقتي في مكان وهم في مكان تاني كمان، بالنسبه لمجموعه كبيره منكم، شريحه كبيره منكم ممكن تكونوا انتوا في بلد والشخص ده في بلد تانية اكشلي. بس عموما هو الشخص ده شايف ان انتوا من جوه بتحبوهم، بس من بره مش مبينين الكلام ده، بعدتوا عنهم، ما بتحاولوش تغيروا الموقف، ما بتاخدوش القرارات اللي هي تخلي العلاقه بينكم توصل لمستوى النضج اللي يطلعها من اللاوعي للوعي، اوكي؟ شوف الاكشنز اللي هو هياخدها ناحيتكم الفترة اللي جاية هتكون ايه. Universe, please tell me what's the most expected action this person will take towards Cancer regarding the situation between them in the near future. لا، انا شايف ان هو عنده احساس ان هو جاب اخره بقى في الحالة دي، خلاص هو وقف عند الحد ده دلوقتي، يعني هو كده جاب اخره ووقف عند المرحلة دي، حاسس ان انتوا اهدافكم اصبحت لا تتلاقى في الوقت الحالي، مفاهيمكم ممكن ما تبقاش واحدة، وفي احساس ان هو ما بيحاولش ان هو يغير الوضع ده في الفترة اللي جاية دي، لان هو عنده احساس ان هو جاب اخره خلاص، خاصة على الصعيد المالي، اوكي؟ بالنسبة للسيناريو ده على فكرة ممكن ينطبق على مجموعة كبيرة منكم، يعني ممكن يكون الشخص ده مثلا متقدم لكم او حاجة للزواج،
مثلا على سبيل المثال، بس جايز ما تكونش امكانياته المالية تسمح في الفترة دي ان هو يكون يعني يقدر يتحمل اعباء الزواج في الفترة الحالية، او جايز انتوا تكونوا شايفين كده، ففي شيء من التردد شوية اذا كنتوا تقبلوهم ولا لا، ولا تبعدوا. فاهمين قصدي؟ السيناريو ده ينطبق عليه اللي انا بقوله ده، بس طبعا مش شرط، دي جايز تكون علاقة قائمة اوريدي وحصلت فيها التغيرات اللي انا قلت لكم عليها، ان انتوا اهدافكم اصبحت مش بارلل، مش واحدة، كل واحد عنده اهداف مختلفة شوية عن التاني. آه، انا شايف عقرب، شايف حمل، شايف سرطان، شايف دلو، شايف عذراء، شايف طور، حوت، قوس، جوزاء، آم، جدي. اوكي، دي الابراج اللي انا شايفها. ممكن يكون اي برج تاني، بس اكشلي دي الابراج اللي انا شايفها في القراءة دي. آه طيب، خليني اشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكوا الفترة دي من الناس اللي حواليكوا. الرسائل دي ممكن يكون فيها رسالة او اتنين من الشخص ده، بس مش شرط يعني، ممكن يكون من اي حد تاني عنده مشاعر ناحيتكوا، حد بيحبكوا، حد عايز يتعرف عليكوا، حد عايز يتقدم لكوا زي الاخ ده كده كده يعني. اوكي، من خلال الابراج اللي انا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكم. Universe, please tell me amongst the 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Cancer during this period of time and onwards in regards to love and relationships? Actually الشخص ده حاسس ان في امور كتير اتغيرت بينكم في الوقت الحالي فيما يتعلق بالمشاعر والشراكة اللي بينكم والرغبة حتى والسعادة. ما بقتش زي الاول، الامور حصل فيها تغير، وهو في احساس ان هو زي ما يكون مش قادر يستغنى عنكم كده، مش قادر يبعد، و عايز يصلح الموقف، بس في احساس ان الموضوع احتمال ياخد شوية وقت. بس هو انا حاسس ان هو نفسه يصلح الموقف ده، لانه مش قادر يبعد عنكم، مش قادر يستغنى عنكم. انا شايف برج الحوت، برج القوس، برج العقرب. ده بقى واحد عنده احساس ان هو عشان يوصل لهدف معين لازم يلبس الوش الحديد ويعمل فيها السيد، و لا لا لا، دخول الحمام مش زي طلوعه، وبيعمل من الحبة قبة وبيكبر المشاكل وبيلبس الوش عشان يوصل لهدف معين. جايز يكون الهدف ده ان هو عايز، اوكي عايز، خليني ماشي مع الكداب لغاية باب الدار زي ما بيقولوا. جايز يكون الشخص ده عايز يحل الخلاف، بس هل وسيلته ان هو يحل الخلاف ان هو يلبس الوش الحديد الاول ويقعد يزعق ويقول كلمتين ويشوف اذا كنتوا هتتقبلوا الكلام ده ولا لا؟ اذا تقبلتوا الكلام هيتصالح خلاص. معرفش بقى، اذا كان هو من النوعية دي يبقى ده صعب شوية، بارانويا يعني. بس جايز في ناس كتير كده، في ناس كتير عشان تصفى لازم تزعق وتطلع وتبعبع وتطلع كل اللي جواها الاول وبعد كده تصفى. فعندي احساس ان الشخص ده ممكن يكون من النوعية دي. جايز يكون عشان يصفى لازم يتعامل معاكوا رسمي شوية الاول، ويحسس الشخص اللي قدامه ان هو لازم يديله درس في الاخلاق والبلا بلا 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 بلا، وبعد كده يقول خلاص ادينا اتصفينا. طب يا عم ما تتصفوا من الاول يعني، life is short يعني what the hell anyway يعني. ده اللي انا شايفه اكشلي. برج الميزان، برج الدلو، يعني بيحطكوا اندر بريشر مخصوص عشان يبقى يقول خلاص انا حطيتهم اندر بريشر، انا دلوقتي كسبان فانا اقدر اتصالح دلوقتي. عارفين في احساس بالضعف شويه في التصرفات دي على فكره.
يعني الشخص اللي يحس ان هو لما يخلي الشخص اللي قدامه يحس، لازم يحسس اللي قدامه بالضعف عشان يتصالح معاه بعد كده، ده يبقى هو اساسا شخصية ضعيفة. درجة السرطان، انتوا جايز تكونوا رافضين الشخص ده ومختفيين عنه. اوكي. بس بالرغم من كده او يعني جايز تكونوا رافضين ان انتوا تكلموهم في الوقت الحالي ومختفيين عنهم، بس انا عندي احساس ان انتوا كده من تحت لتحت بتشوفوهم على السوشيال ميديا، زي ما تكونوا بتشوفوا كده بيعملوا ايه على السوشيال ميديا. اه، ما انت بتلعب بديلك بقى، ما انا مش بكلمك دلوقتي، وريني بقى انت بتعمل ايه وبتكلم مين. احتمال، واحتمال يكون هو اكشلي اللي بيدور عليكوا، لان انتوا مش بتتكلموا معاهم وعنده احساس ان انتوا رافضينهم شويه. انا بقول انتوا لان انتوا ظاهرين هنا سرطان، عذراء، جوزاء. ده حد بقى في حياتكوا، حد ممكن يكون بيلعب بديله شويه. اوكي. ده حد ممكن يكون بيلعب بديله وبيبعد عنكم، وبعدين بيجي يقول لكم اعذار متخلفه كده شويه. بس وهو عارف ان هو بيقول اعذار متخلفه، بس في احساس ان هو زي ما يكون بيعمل ده عن قصد. يعني زي ما يكون اللي هو بيسن القوانين الخاصه بيه. يعني الشخص ده كده بيتصرف بطريقه فيها احساس ان هو انا طبيعتي كده، انا ممكن اكون لعبي، ممكن ما تقدروش تمسكوا عليا حاجه لان انا دايما هيكون عندي حجج، وهقول لكم الحجج اللي انا عايزها وهتقبلوها. فاهمين؟ في السلطه دي شويه في تصرفاته وفي قراراته. ف عنده احساس ان هو من حقه ان هو يكون فليرتنج، يعني يكون لعبي. احتمال يكون الشخص ده اوريدي في علاقة ثلاثية وانتوا عارفين، فيمكن عشان كده هو شايف ان هو عنده الحق في حاجة زي كده. واحتمال يكون لما بيبعد بيقول لكم اعذار متخلفة عشان انتوا ما تزعلوش، لانه لو قال لكم الحقيقة ان انا كنت مع الطرف الثالث ممكن تزعلوا، فجايز يكون بيقول لكم حاجات كده تصبيرة، يعني اللي هو بيعتبر نفسه بيستذوق، يعني ان هو بيكذب كذبة بيضة عشان ما يضايقكوش. فاهمين قصدي؟ وضع غريب وعلاقة غريبة، بس في ناس كتير عندها العلاقات دي. برج الجدي، برج الحوت، برج الحمل. ده واحد عنده مشاعر ناحيتكم، بس عنده احساس انه ان هو معمول له بلوك، او ان انتوا جايز تكونوا مش بتفيفر هيم، يعني مش بتفضلوه او صدينه. اوكي. الاسباب متعلقة بامور مالية، جايز اوضاعه المالية غير مستقرة، وانتوا جايز تكونوا شايفين ان هو تعاملاته المالية معاكوا جايز ما تكونش مناسبة. فاللي حصل ان انتوا الى حد ما صديتوا الشخص ده. وهو زي ما يكون منتظر، لان هو في احساس ان هو عنده مشاعر ناحيتكوا ونفسه يصلح الموقف اللي بينكوا، والبعد ده نفسه يصلحه، بس منتظر شوية انه تيجي الفرصة المناسبة عشان تقدر اهدافكوا تتلاقى. هو عنده احساس، جايز يكون ده احساسه هو الشخصي، احساسه ان انتوا رافضينه بسبب اوضاعه المالية الغير مستقرة او اوضاعه المالية الضعيفة، اللي هي ما تؤهلوش ان هو يكون capable ان هو يتحمل اعباء العلاقة اللي بينكوا وبينه. احتمال. ففي احساس ان هو حاسس ان هو عايز يصلح الوضع ده، نفسه يكون في بينكو قرب اكتر من كده شوية، ومنتظر الفرصة المناسبة آه، عشان الاهداف تتلاقى بشكل او باخر. اوكي. بس هو عنده احساس ان في موانع مالية ما بينكم وما بينه. اوكي. يعني هو عنده احساس ان هو ممكن يكون اترفض او معمول له بلوكج بسبب امور مادية يعني. ممكن طبعا الامور المادية دي تكون ليها ابعاد تانية كتير، بتختلف بقى من قراءة للتانية، من شخص للتاني، كل واحد حسب وضعه يعني. بس على سبيل المثال جايز ده يكون حد عايز تقدم لكم بس اوضاعه المالية غير مناسبة،
فعنده احساس ان هو لو تقدم في الوقت الحالي ممكن يترفض، فمن الافضل ان هو يستنى لغاية لما يحقق اهداف معينة هو عايز يوصل لها، عشان يقدر بعد كده لما يتقدم لكم يكون قادر ان هو يمشي الامور في الاتجاه اللي هو عايز يمشيها فيه. انا شايف برج الثور، برج الحوت، برج الاسد. اه اوكي. خليني اشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي برج، من انهي ساين. Universe, please tell me, amongst the 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Cancer during this period of time and onward? بيت الخامس. لان انتوا الفترة اللي فاتت دي برج السرطان، خليني اتكلم عن البيت الخامس بالتحديد لان ده بيت الحبيب، بيت السعادة الزوجية، بيت الاطفال كمان، بيت الهابيز، بيت حاجات كتير. بس انا هركز قوي على حتة الحبيب والمشاعر الحب دي واللافرز بالتحديد، لافرز. لان انتوا بقالكوا فترة في ترانسفورميشنز، تغيرات بتحصل في مستوى الشراكة، على مستوى الشراكة لحياتكم، ده بسبب وجود بلوتو اللي هو الكوكب الحاكم بتاع البيت الخامس عندكم برج العقرب. موجود حاليا بلوتو ده في الجدي بقاله فترة من سنة 2008، يعني مش لسه حاجة جديدة يعني. فانتوا من سنة 2008 لغاية وقتنا هذا، ولغاية يمكن كمان يعني اول السنة دي بلوتو هيدخل على برج الدلو، بس هيرجع تاني، خليني اقول لغاية نص 23، لغاية مثلا شهر 6 او شهر 7 23. التغيرات دي بتحصل في حياتكم بقالها فترة طويلة جدا، يعني بنتكلم على over like what like 15 years، 15 سنة. اوكي. اصل بلوتو ده كوكب بعيد قوي، حتة صخراية كده، استرويد اكشلي، وبعدين اكتشفوا في الاخر ان هو كوكب مش استرويد. كانوا فاكرينه الاول نيزك، وبعدين اكتشفوا ان هو مش نيزك ولا حاجة، ده هو استرويد يعني. المهم يعني لانه بيمشي مع السولار سيستم في نفس الاوربت، في نفس الدوره يعني. ف اللي حاصل انه بلوتو ده حته بتاع صغيره كده بس قوي جدا، ترانسفورماتيف قوي، بيغير اي مكان هو بيروحه، بيعمل فيه تغييرات فظيعه، لدرجه ان هو في علم الفلك بيشبهوا بلوتو ده بالشخص الاثوريتيف اللي عنده قدرة على تغيير الامور من واقع القوة والاثوريتي والسطوة او آم، يعني القدرة. اوكي. فبلوتو ده كان موجود عندكم في البيت السابع، والبيت السابع هو بيت الشريك. فده معناه ان انتوا، المشكله ان البيت السابع اوبوزيت البيت الاول. البيت الاول اللي هو بيتكو انتوا اللي هو برج السرطان، والبيت السابع اللي هو برج الجدي، فالاتنين قصاد بعض. فلما يكونوا قصاد بعض لازم يحصل بالانس، لان لو ما حصلش بالانس في طاقه فيهم هتطغى على التانية، فيا الا انتوا هتتنازلوا يا الا هم هيتنازلوا. ولان بلوتو كوكب قوي جدا وترانسفورماتيف قوي، فالتنازلات من ناحيته بتكون صعبه، ولما بتحصل بتكون لفتره مؤقته، فكان دايما التنازلات بتحصل من ناحيتكم انتوا، بس محدش يقدر يتقبل كده فتره طويله. فبيكون ليكوا رد فعل، ورد الفعل بتاعكم بيكون قوي، ولما بيحصل رد فعل بيقابله رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فانتوا متخيلين ان انتوا قاعدين في الدوره دي من سنه 2008 رايح جاي كده، خناقه هنا، بوكس هنا وبوكسين هنا، شلوت هنا وشلوت هنا، لغايه لما المواضيع بقت خلاص. فانا متخيل ان في مجموعه كتيره قوي من برج السرطان الحقيقه، من اصدقائي كمان اللي انا اعرفهم، خليني اقول ان ظروفهم او على مستوى الشراكه حياتهم ما كانتش مستقره على الاطلاق الفتره اللي فاتت، فانا مقدر ده. بس وجود يورانوس في البيت ال11 والانرجي الكويسه والتناسق اللي موجود بينه وما بين بلوتو في البيت السابع، ده معناه ان ممكن يحصل تغيرات فجائيه فيما يتعلق بشراكاتكم. تسيبوا القديم وبتروحوا لحاجه جديده، انتوا شايفين الحاجه الجديده دي هتوصلكم للاهداف اللي انتوا عايزينها. اوكي. فيمكن الفترة الأخيرة في خلال السنتين اللي فاتوا ابتدت تظهر في حياتكم بعض العلاقات
اللي بتيجي كده from the nowhere، بس بتحسوا انها العلاقات دي ممكن فعليا توصلكم للليفل الشراكه اللي انتوا عايزينها، او تحقق لكم الاهداف اللي انتوا عايزين توصلوا لها في حياتكم بالتعاون مع الشريك. يعني بمفهوم اخر بتحسوا ان انتوا بتلاقوا الشريك المثالي، الشريك اللي عنده القدره ان هو يساعدكم، يساندكم، يسبورت يو، ويحقق لكم الاهداف اللي انتوا عايزينها. بيكون في بعض التعارضات ما بينكم وما بينه، بس في نفس الوقت الوضع اصبح احسن بكتير يمكن في خلال السنتين اللي فاتوا دول عن الاول، بغض النظر عن ان انتوا ممكن اهدافكم تكون متغيره، وبالتالي ده بيأثر على الشراكه ما بينكم وما بين الشريك الجديد. بس على الاقل في تناسق الى حد ما في اغلب الاوقات يعني. ف اللي انا عايز اقوله انه البيت الخامس حاليا عامل زاويه كويسه جدا مع الشمس في البيت التاسع، اوكي. فده معناه ان انتوا ممكن حقيقي في خلال الفتره دي توصلوا للسعاده من خلال السفر الى حد ما. نبتون موجود في البيت التاسع عندكم بقاله فترة، بس الفترة دي كمان دخل عليه الشمس وعطارد، فهيزود الانرجي، هيخليها مضاعفة، تريبل انرجي. يعني الشمس بالنسبة لكم هي الفاليوز، وعطارد بالنسبة لكم هو الكوميونيكيشن، العيلة والهوم اند فاميلي والسبكونشس ايشوز، اندينجز اند نيو بيجينينجز. فانا بتخيل ان انتوا ممكن تكون سعادتكم في الوقت الحالي ممكن تكون في ان انتوا محتاجين تسافروا على سبيل المثال، سواء هتسافروا لاسباب ماديه او هتسافروا لاسباب عائليه. ده قائم، الاحتمال ده قائم والاحتمال ده قائم. لو هتسافروا لاسباب ماديه هتسافروا لشغل، هتسافروا لعمل، بلا 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 بلا، كل ده كويس. لو هتسافروا لاسباب عائليه، ده معناه ان انتوا كنتوا اوريدي مسافرين وهترجعوا للعيله، او العكس، او العيله هي اللي هتجيلكم. المهم ان هيحصل شيء من التلاقي شويه في الاهداف. اللذيذ في الموضوع ان الانرجي بتاعت البيت الخامس اللي هي برج العقرب، والبيت التاسع اللي هو برج الحوت، والبيت الاول عندكم اللي هو برج السرطان، دي سيستر ساين تراينز، يعني 120 درجه لابراج مائيه كلها عاطفيه جدا، ايموشنال، هتشبعكوا على المستوى العاطفي. فانا شايف ان وجود الشمس اكشلي وعطارد في المكان ده في الوقت الحالي ممكن يكون هيساعدكم كتير قوي على تحقيق بعض الاهداف اللي انتم محتاجين تحققوها، خاصة ان الانرجي ما بين الشمس كمان وما بين يورانوس في البيت ال11 اللي هو بيت الاهداف والهوبس اند ويشز، الامنيات والى اخره. سكستايل انرجي كويسة جدا، ما فيش فيها اي تعارض على الاطلاق. اللي انا شايفه ممكن يكون هيعمل لكم شوية دربكة هو بعض الارتباطات الخاصة بالاعباء المهنية. ازاي هتنظموا السفر ده من خلال شغلكم؟ ازاي هتقدروا تفصلوا ما بين حياتكم الاجتماعية وما بين أعبائكم المهنية والتزاماتكم المهنية وما بين رغبتكم في السفر أو البعد في الوقت الحالي؟ بالنسبة لبعض الناس ممكن يكون ده وقت مناسب جدا للدراسات العليا كمان، على سبيل المثال لو بتعملوا دكتوراه أو ماجستير، ماستر ديجري أو حاجة زي كده، برضو it's a good time for doing this يعني. انرجي حلوه جدا، ممكن من خلالها تحققوا حاجات كتير قوي، تحققوا سعادتكم الشخصيه، ترجعوا لبعض الهوايات اللي انتوا بتحبوا تعملوها، سواء كانت الهوايات دي رسم، ارت كرافت، كتابه، خاصه ان نبتون موجود في البيت التاسع، والبيت التاسع بيت الهاير ليرنينج والويزدم والحكمه والى اخره. اذا كنتوا بتحبوا الكتابه ممكن تبدعوا في كتابه المقالات والقصص والكتب والى اخره. انرجي ممكن تكون كويسه كمان جدا مع الاطفال، اذا كان في حواليكوا اطفال، سواء اطفالكم او اطفال قرايبكم. يعني تعاملكم مع الاطفال الفتره دي هيكون في سموثنس كده وفلكسبيليتي، هتلاقيهم بيتلموا عليكم قوي في خلال الفتره دي، وانتوا حابين ان انتوا تكونوا في وسطهم. دي كمان انرجي كويسة مع الشريك، اذا كان مفيش مشاكل ما بينكم وما بين الشريك. الفترة دي ممكن تكون فترة كويسة جدا لاسترجاع المشاعر والاحاسيس والى اخره. فبتمنى لكم التوفيق، وبشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس.
اذا اول مره تشوف قراءه لو عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لاكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس توصلكم للبلاي ليست بتاعت الشانل اذا حابين، في اكتر من 1600 فيديو. You're more than welcome تتفرجوا عليهم. It's all free. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زاي من تارو channel. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.